السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم، ويا رب الدنيا تكون بخير طول ما انتم بخير. هنتكلم النهاردة على برشلونة واتلتيكو مدريد، اللي هو الماتش يعني اللي هو الغريب، يعني ما تعرفش اللي هو فيه كام انذار. يعني انا عايز اقول لك ان الماتش ده جه حوالي 13 14 انذار. اللهم صل على النبي. من ال 14 9 ولا 10 من اتلتيكو مدريد، يمكن الفرقة كلها منهم المدرب، واربعة لبرشلونة. يتعدوا على الصوابع، يعني فاهم، يتعدوا على الصوابع. انت بقى اما تشوف الانذارات دي كلها انت تعرف شكل المباراة عاملة ازاي. الماتش الشوط الاول ممل بطريقة، يعني فاهم، آه تفقع السمكة. تخيل تفقع السمكة، ملهاش لازمة. يعني انت دلوقتي انت بتتكلم في الماتش عامة لما تلاقي طريقة اللعيبة، مش عارف، اتلتيكو مدريد كان كاسب 6 ماتشات، فاهم، ورا بعض. ما خسرش من ايام من يوم 6 يناير، وكمان ما كسبش ولا خالص على الكامب نو اصلا، فاهمني. الله اكبر. فانت المفروض يعني انت بتتكلم في نقطة ايه، اللي هو الموضوع ماشي بنقطة يا جماعة يبقى في لعب كويس بقى. ده عايز يجيب نقاط، وبرشلونة فاهم 4 ماتشات مش كسبان خالص، عمال يتعادل وخسر بتاع ماتش الريال 4-0، والتلات الماتشات بتاعت جيرونا وختافي وماتش تاني مش فاكر يا ربي يعني. بس انت تعادلت في 3 كده او 4، لا هما 3. انت بقى دلوقتي شايف الاداء يبقى يكون مظبوط يعني لا، انا شايف اصلا في الشوط الاول انا كنت هنام. انا كنت هنام. مش الريتم بتاعه مش عالي، الريتم هادي قوي، الريتم بايظ قوي خالص، مفيش على الله، على الله، على حرفيا على الله. فانت دلوقتي مستني يا جماعه احنا عايزين نكسب، ده فرق دلوقتي 8 نقاط، فانت لازم تعدي الدنيا وتمشي الدنيا، عشان انت ما تعملش زي ليفربول 2019 كان فرق 7 نقاط قصاد السيتي ورجع عليه وخد السيتي هو الدوري. انا مش عايز اعيش سيناريو زي ده. انا لو عشته هتقهر، هي مش ناقصه. وكفايه اللي شفته امبارح بتاع الاهلي، فاحنا هنتكلم عليه يعني فاهمني في حلقه تانية على طول. فانت دلوقتي المفروض شايف النظام ماشي ازاي. الجون بتاع فران توريس عادي يعني، كويس يعني. الماتش ده انت مش مستني منه حاجه، الماتش ده انت مش مستني منه حاجه. الشوط الاول يخلص فانت تمام والدنيا تمام، تخلص تبتدي في الشوط التاني تكسير بقى وقله ادب. عليا النعمه انا ما اعرفش الانذارات دي جايه ازاي، والحكم اي حد يكلمه انت مش عاجبني خد انذار. انذار انذار انذار، في ايه؟ في ايه انت كمان؟ انت هي مش ناقصه. فانت برضو يعني اللي شايفه يعني فاهم بيلعب، او اللي مش شايفه يلعب، كلهم كتار يعني. وفي كرة عجبتني قوي ما اعرفش ايه لازمتها، بوسكيتس ياخد فيها انذار. تخيل انا هدافع عليه النهارده، اللي هو يعني راجل معاه الكوره والشوط بتاعه اتقطع، خد هو الانذار مع لامار. انت طب انت ايه الصح دلوقتي؟ طب انت ماشي بمبدأ ايه؟ مش فاهم. طب انت بتطبل لمين؟ طب انت ايه؟ ايه يا بني ادم؟ انت حيوان؟ ما فهمتش اي حاجه. وحتى انا الواحد يعني كان مفرهد برضو فاهم، صاحي على الماتش يعني. انا صاحي على الماتش يعني. هي مش ناقص، كنت عايز انام تاني. والله صاحي من صاحي على الماتش يعني. انا لقيت صاحبي بيرن عليا بيقول لي ايه، الحق نيوكاسل خدت توتنهام ومش ورا مصنع الكراسي، ده جوه مصنع الكراسي. انت فاهمني، عمالين يضربوا فيهم تلطيش وقلمه وقله ادب. 5-0 في الشوط الاول، فاهمني. فغيروا يعني فاهم الحارس لوريس طلع لعيب مش في لوريس اصلا، يعني اللعيب في الفرقه كلها وفي المدرب كله، بالمساعد اللي شبه كيروش. ايام كيروش والله ايام. فانت دلوقتي خلاص يعني 6-1 والماتش خلص، وهاري كين جاب جول. بيحاول يعني الحاجه الوحيده اللي مستفاد في الماتش ده كله هو هاري كين، اللي هو بيزود التهديف بتاعه عشان يبقى الهداف التاريخي لتوتنهام بس.
ويبقى من ضمن الهدافين التاريخيين في الدوري الانجليزي، بس مفيش اي حاجه تانية. دي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقول لك عليها، اللي توتنهام اللي طلع بيها مكسب، بس ما مفيش حاجه تاني. لكن نيوكاسل، فنرجع لمرجوعنا يعني في مباراة برشلونة اتلتيكو. يعني والله يعني مباراة زي العسل والله. يعني ليفاندوفسكي يعني فاهم، عمل مش عارف في كوره رقص الواد ايه، ولقيته شايطها مش رافعها. فانت المفروض يعني رافينيا، انا مش عارف يعني كرة زي دي يعني انت استلمتها، انت ده انت انا برضه يعني انت ليفاندوفسكي انت شايطها مش باصيها يعني. فانا عارف اللي انت شايطها، تقنعنيش اللي دي باصه. فالراجل يعني من دفعة الشوطة فلقاها، فجت في ايد اوبلاك يعني. طب ما كنت تميلها سيكه كده ويجي الجون التاني واريح دماغي وعليا النعمه. لو كان جه الجون التاني انا عارف اللي اتلتيكو مدريد مش هيرجع وخلاص. فايه اللي كان موجودين عدلين في اتلتيكو مدريد هو مين؟ مولينا وجريزمان، بس ما فيش حاجه. وبرشلونه انا مش عارف يا راجل، والله ما عارف، والله ما عارف، اقسم بالله ما عارف. مش عارف مين اللي كان حلو. جافي يعني يا ريت تهدى شويه، وتهدى بقى عشان انت بقيت شخصيه يعني فاهم، تغسل واحد مش اي حاجه فيها نرفزه. يا رب تطرد عشان تعرف بقى ايه بقى الموضوع غلط. وحد يا جدعان يفهمه في اوضه اللبس ده يا عم. الدماغ دي هو انت كل شويه اي حد يكلمك مش عارف ايه يا عم؟ هي ناقصك؟ النادي مش مستحمل يا عم. فماتش يعني فاهم، غريب عجيب رهيب يعني فاهمني. انا مش عارف يعني، ممكن يعني والله ما عارف. تخيل يعني حتى كمان الماتش ما فيهوش اللي هو الاثاره خالص. يعني لقيت حافظ الراجل يقول لك متعه المباراه، متعه يا عم، متعه ايه يا عم، يا عم متعه ايه؟ والله لدرجه انا بقيت بسكرول على نشوف الدنيا ماشيه ازاي على النت، بنتفرج ويا دوبك بنشوف، بس ما فيهاش اي حاجه. وده المباراه دي كلها بس خلاص. هنبقى فرقنا كده ب 12 نقطه، او فاهمني 11، لا 11. فكويس كويس. بس ربنا يستر كده. والتحضير وبيقول لك مش انباء، ده بيقول لك حاجات رسميه اللي ميسي خلاص الموسم الجاي. انت مبسوط؟ مش عارف. بس كده، وكل سنه وانتم طيبين.